أنه مصر الآن حليفة لأمريكا أكثر من أي وقت مضى، وأنه حكام مصر يضمنون أمن إسرائيل أكثر من أي وقت مضى. هكذا يثار يعني. هل يعني نعم الأمانة تقتضي أن أقول لفضيلتك ده؟ وعلى الرغم من أنه سفيرنا مسحوب الآن من إسرائيل، لكن كثيرين يتحدثون عن قنوات اتصال بين يعني المسؤولين في مصر وبين المسؤولين في إسرائيل بشكل يؤكد دفء العلاقة، وليس نظام مبارك فقط هو الذي كان حليفا لأمريكا وإسرائيل. شوف حضرتك، أنا هجاوبك إجابة توضح الأمور إيضاحا كاملا لمن يسمع. فضل. التيار الإسلامي بما فيه الإخوان المسلمين كان متخاف منهم طول العمر أنهم لو تولوا شيء من السلطة هيجروا الصدام بين مصر وبين القوى العالمية، وهيجروا الحرب والمخاطر وما إلى ذلك. فلما تولى الإخوان المسلمين الحكم وأصبحت الآن المسألة مش توقع وإنما هو أمر واقع، بدأت تتبين أن لهم شيء من الحكمة التي أرفضها أنا تماما. يعني أنا شايف أن في حكمة تانية بس مش بالطريقة دي. أنا مش موافق على السياسة الحالية، والسياسة الحالية أنا أرى أنها فيها خضوع للأمريكان وللإسرائيليين مستهجن، وأرى أنها خطر على مصر. بس أنا بقول لحضرتك وجهة نظرهم هم اللي أنا مش موافق عليها، أنه يرى أنه هذا هو حكمة التعامل مع الحالة الراهنة. فهو الفارق هو انك هل انت امام رئيس عميل ولا رئيس مضطر؟ لا اطلاقا، ما نقدرش. لا ما بتكلمش على الرئيس فلان والرئيس فلان. انا بتكلم انه مثلا انت عندك الرئيس مرسي، وقبله الرئيس مبارك، وقبله الرئيس السادات، وقبله الرئيس عبد الناصر، وقبله الرئيس نجيب، وقبله رؤساء الوزراء قبل الثوره وما الى ذلك. فهل انت امام رئيس عميل ولا امام رئيس هو دي حدوده ان هو متصور ان هو ده الصح؟ لذلك انا ضد ثم ضد السياسة الحالية للحاكم وللحكومة الحالية تجاه اليهود والأمريكان بلا شك، وقلت ذلك وكررت مرارا، وأراها خطرا، وأراها هتفضل تستفرغ من رصيد قوتنا لحد ما تضعفنا زيادة وزيادة. لكن هذا الكلام جاي من خلال انه متصور ان هو ده الشيء اللي هو مضطر له. انما طبعا كلام حضرتك مظبوط،